السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وأحسنه. أهلا بكم يا حبايبي في قناة اخترنا لك مع نودي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض تحلية جميلة كده للعيد أو لأي مناسبة، مش شرط العيد، خلاص قرب ينتهي. دي لأي مناسبة، ضيف جايلك جنب شاي جنب قهوة، حاجة عظمة. هنعمل شكلمة بجوز الهند. الشكلمة بجوز الهند زي بتاعه المحلات وزي اللي بتشتريها من بره، بتشتريها من بره غاليه جدا. انت هتعمليها في البيت بمقادير بسيطه وخطوات اسهل. بصوا الطعامه، بصوا التسويه من فوق ومن تحت، وبصوا اللون بتاعها بيلمع ازاي، شبه اللي بتتباع في المحلات، بس في المحلات غاليه. انت هتعمليها في البيت ارخص طبعا وانضف، انت اللي عاملاها بايدك. بصوا طبعا لو عندك هنا كريز هتحطي فوقيها، بس انا ما كانش متوفر عندي كريز فاستبدلته بجوز الهند. فالزواق الخارجي ده حاجه ترجع لك انت بالمتاح في بيتك. بصوا طبق كده يشرف، تحطيه لاي ضيف يجيلك جنب فنجان شاي جنب فنجان قهوه ايا كان، وما بياخدش وقت خالص. تحضيرها سهل وبسيط وما بتاخدش اي وقت. بصوا الطعامه واللون. يلا مع بعض نشوف مقاديرها. معايا هنا ان شاء الله كوبايتين جوز هند، كوبايتين جوز هند، ومعايا هنا نص كوبايه سكر بودر، ومعايا بيضتين، ومعايا فانيليا، ومعايا هنا كوبايه سمنه. بس انتي حطي نص كوبايه سمنه لان كوبايه سمنه كتير. اول حاجه عملتها ان انا نزلت بالبيضتين بتوعي ونزلت عليهم بالفانيليا، واللي في الكوبايه البنفسجي ده عسل كليكوز. لو مش متوفر عندك عسل كليكوز اللي هو الشربات اللي انتي بتعمليه للحلويات، ولو مش متوفر عندك الشربات يبقى معلقتين عسل ابيض، معلقتين عسل ابيض. هنا هنزل بكوبايه السمنه. انت هتحطي نص كوبايه سمنه او كوبايه الا ربع، يعني هي كوبايه الا ربع سمنه او نص كوبايه سمنه تكفي الغرض. وده معلقتين كبار شربات. انا ما كانش عندي عسل الكلوكوز بس كان عندي الشربات، حطيت معلقتين شربات. لو انت مش متوفر عندك الشربات معلقتين عسل نحل ابيض. وبعد ما حطيت كوبايه السمنه بتاعتي نزلت عليها بكوبايتين جوز الهند، وهنا معلقتين كبار دقيق، معلقتين كبار دقيق عشان يمسك لك جوز الهند. بس انت هتحطي نص كوبايه سمنه او زبده او كوبايه الا ربع. بلاش تحطي كوبايه لان هي طلعت كتيره معايا فزودت معلقه دقيق اهي. يبقى المقادير هتحطي كوبايه الا ربع سمنه قصاد كوبايتين جوز هند، كوبايه الا ربع سمنه او زبده قصاد كوبايتين جوز هند، ومعاهم معلقتين دقيق كبار. هنا بعد ما قلبت كل المواد دي كلها، وطبعا انت مسخنه الفرن بتاعك على درجه حراره متوسطه لان جوز الهند ما بتحتاجش نار كتير وبتتحرق بسرعه. فطبعا انت لو عندك كيس الحلويات هتعمليها بكيس الحلويات. لو انت مش متوفر عندك كيس الحلويات هتلفيها بايدك كده، بس تخليها بشكل انسيابي مش شكل كور عشان تديكي شكل الكرمشه اللي هي بتبقى شكل الكرمشه بتاعت الشكلمه. هي بتبقاش مستويه خط واحد كده، لا بتبقى فيها زي كرمشه خطوط معرجه كده اهي زي ما انا عملتها كده. يعني على قد ما تقدري تعملهاش كور، بتسيبيها بشكل انسيابي. وهنا بعد ما طلعت من الفرن على درجه حراره، انا كنت مخليها على 120 درجه حراره، 120 في الرف اللي في النص. بصوا التسويه بتاعتها من فوق ومن تحت. هنا بقى هجيب الشربات بتاعي او العسل او عسل الجلوكوز وهديها وش كده للمعه زي اللي انت بتجيبيها من بره جاهزه. بيحطوا كده على الوش شربات او عسل او عسل الجلوكوز بيديها لمعه. وطبعا انت لو متوفر عندك كريز هتحطي من فوقيها كريز زي اللي انت بتشتريها من بره من المحلات، بس انا استبدلت الكريز وحطيت جوز الهند اهو. مش مكلفه خالص وبسيطه. اللي وصلت معايا لحد هنا تنساش اللايك للفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس. قناة اخترنا لك مع نودي علشان اي حاجة جديدة او انزلها يوصلك مني اشعار باذن الله. بصوا الطعام يا ولاد، بصوا التسوية من فوق ومن تحت. بصوا تسويتها على نار متوسطة، انا عملتها على 120 في الرف اللي في النص اهو. ما تعليش النار، جوز الهند ما بتحتاجش نار عالية، خلي بالك عشان ما تتحرقش منك. وبصي والطبق لذيذ لاي ضيف يجيلك على فجأة، حتى لو الضيف قاعد. انت بصي هي شفتي عمايلها ما بتاخدش وقت خالص،
يعني لو مش متوفر عندك، بصوا اللمعه بتاعتها من الشربات اللي احنا حطيناها على الوش. بصوا التسويه من فوق ومن تحت، مفيش حاجه اتحرقت، مفيش حاجه طلعت بايظه الحمد لله. النار بتاعتها متوسطه 120، المقادير بتاعتها مظبوطه الحمد لله. بصي زي اللي بتشتريها من بره وطعمها احلى واطعم. وعمل معاكي طبق كبير، ولسه كمان في صاج في الفرن يعني قد الطبق ده كمان، من كوبايتين جوز هند. وبالهنا والشفا يا حبايبي، اللي يجرب الشكلمه بطريقه نودي. متنسوش اللايك للفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس. قناه اخترنا لك مع نودي. كل عام وانتم بخير.